السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في ال Structural Design Patterns. الحمد لله كده نعتبر شرحنا الادابتر وشرحنا الفاسيد وشرحنا بعد كده ال Decorator وكمان شرحنا ال Composite. دلوقتي هنتكلم على ال Bridge Design Pattern، وهو من الحاجات السهلة يعني او اللي ممكن تكون هتقابلوها in practice يعني بشكل او باخر، فهنوضحها يعني خلال الفيديو ان شاء الله. الفيديو بيمشي ازاي؟ برضه هنعمل ريكاب على structural design pattern سريعا عشان لو حد مش بيشوف الفيديوز بياخد فيديو معين يعني. بعد كده هنبدأ نبص على مثال يعني من حياتنا بحيث ان احنا نرفلكت عليه قبل ما نخش في قصص البرمجة وبتاع وكده. بعد كده نتكلم على كلاس دياجرام وامتى بنستخدم الديزاين باترن ده، ونشوف سيناريو كده في الحقيقة بنستخدمه امتى، ونشوف شوية ملاحظات وشوية النوتس. طبعا يعني يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو، يا ريت لو الفيديو يستحق ده يعني. ولو في اي اخطاء او في اي حاجه محتاجين ان احنا نعدلها قدام يعني او كده، ممكن انتوا تكتبوه في الكومنتس وانا هكون سعيد بحاجه زي كده. طيب سريعا، يعني ايه structural design pattern؟ ال structural design pattern بكل بساطه هو جاي من كلمه structure زي ما اتفقنا. كلمه structure يعني التكوين بتاع الحاجه. عندي مجموعه من الكلاسز او مجموعه من الاوبجكتس، عايز اركبهم على بعض او عايز اعمل لهم composition، اركبهم ببعض. ازاي اركبهم على بعض باحسن طريقه؟ ازاي اخلي الكومبوننتس دي تركب على بعضها كده باحسن طريقه بحيث انها تساعدني قدام في ان انا اقدر اعمل تيستنج، وان انا اقدر لما اجي اعدل في الكود ما يضربش مني في 100 حته. وفي نفس الوقت اخر حاجه مثلا ان انا لما اجي ازود على حاجه في الكود او اجي ادور على مكان المشكله، يعني لو في مشكله في الكود اعرف اطلع المشكله دي بكل بساطه من غير ما اقعد الف حوالين نفسي ومبقاش فاهم منين بيودي على فين يعني من الاخر. طيب احنا المثال الواقعي اللي هنتكلم عليه، فلنفترض ان احنا عندنا 2 دكاتره، واحد اسمه فادي وواحد اسمه حازم. الاثنين دول بيشتغلوا مع بعض، وبشكل او باخر ساعات ايه مثلا بيجي العيانين لدكتور فادي مثلا ويبدا ان هو يبعتهم لدكتور حازم، ماشي؟ ففي علاقه ما بينهم هما الاثنين، ده ساعات بيبعت عيانين لده بشكل او باخر. المهم الاثنين اتخرجوا وبداوا ان هم يفكروا هم عايزين دلوقتي بشكل او باخر ان هم ايه يبقى عندهم عياده عشان يبدا نجي لهم عليها العيانين. فقالوا خلاص احنا هم لسه بادئين حياتهم، فكل واحد معاه فلوس قدروا يحطوا فلوس على بعضها ويعملوا شيرد كلينيك، يعني يبقى في عياده واحده بتخدم على الاثنين الدكاتره اللي هم دكتور فادي ودكتور حازم. طيب بقى عندهم العياده اللي هي المشتركه وبدا يجي عيانين، وزي ما اتفقنا ساعات العيانين اللي بيجوا لدكتور فادي بيبعتهم لدكتور حازم، ماشي؟ يعني في علاقه ما بينهم، يعني لازم ناخد بالنا من الحته دي عشان هتفرق معانا كمان شويه. فلنفترض مثلا ان العياده دي محتاجه ان يحصل فيها برضو في عيانين بيجوا لدكتور فادي لوحده وفي عيانين بيجوا لدكتور حازم لوحده، ماشي؟ احنا يعني عندنا 3 حاجات، يا اما يجوا لفادي وفادي يبعتهم لحازم، او ان هم يجوا لفادي بس، او يجوا لحازم بس. تمام؟ طيب فنفترض ان العياده اللي هي الشيرد ما بينهم دي احتاجت ان يحصل فيها ابديتس. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها العيانين اللي بيجوا لدكتور حازم مش هيعرفوا يجيبوا له، والعيانين اللي بيجوا لدكتور فادي مش هيعرفوا يجوا له. تمام؟ لان الاثنين موجودين في نفس الايه، موجودين في نفس المكان او موجودين في نفس العياده، وبالتالي لو العياده دي حصل فيها اي حاجه الاثنين مش هيعرفوا يشتغلوا. وزي ما اتفقنا ان في علاقه برضو ثاني بقولها رابع مره او خامس مره، ان في علاقه ان ده ساعات بيبعت للعيانين. طيب وبالتالي لو حصل الحته ان الكلينيك دي عايزه ابديتس او عايزه ان يحصل لها في شويه تعديلات او حاجه زي كده، ساعتها هنبقى مضطرين ان احنا ايه محدش من العيانين يقدر يروح للاثنين. طيب طب لو واحد دلوقتي بياخد عيانين اكتر من التاني والمكان ما كفاش، برضو دي مشكله من المشاكل اللي ممكن تواجهنا في الايه في المثال ده. فايه الحل لحاجه زي كده؟ ان كل واحد والله يبقى خلاص بعد ما هم كبروا ووصلوا لليفل ان هم بقى عندهم عيانين كتير، يبداوا ان كل واحد يبقى عنده عياده بتاعته. كل واحد العياده بتاعته دي بيستقبل فيها المرضى بتوعه، وفي نفس الوقت برضو لو جال فادي عيانين يقدر ان هو يبعتهم لحازم بكل بساطه. تمام؟ طيب لو فادي عايز يعمل تعديلات في الكلينيك بتاعته، الكلينيك بتاع الدكتور حازم شغاله زي ما هي. لو حازم هيعمل تعديلات في عيادته، فادي يفضل شغال زي ما هو اند سو اون، مفيش اي مشاكل. التعديلات اللي هتحصل في اليمين مش بتاثر على التعديلات اللي في الشمال، والتعديلات اللي بتحصل في الشمال مش بتاثر على التعديلات اللي بتحصل في اليمين. طيب مثال على ده كلاس دايجرام، حاجه زي مثلا مالتي بلاتفورم. مثلا لو انت مثلا عندك حاجه زي فلاتر ولا ايا كان الفريم وركس اللي ظاهره حديثا اللي هي بتكتب كود مره واحده ويقدر يعمل ديبلوي للكود ده على اكتر من فريم ورك. يعني تكتب كود مره واحده يشتغل على اي او اس ويشتغل على اندرويد وممكن يشتغل على ويندوز ويشتغل على ويب اب، وفي قصص كتيره قوي يعني دلوقتي ظهرت مؤخرا يعني. فبيبقى حاجه زي كده يعني، بيبقى نفس المثال يعني. في بعض منهم طبعا بيستخدم، هو فلاتر ما بيستخدمش البريدجنج يعني، بس اعتقد رياكت نيتيف زمان كان بيستخدم قصه البريدج يعني. بس يعني المهم يعني مش دي قصتنا. الموضوع كله ان انا دلوقتي عندي
في انترفيس معين ماشي اللي هو دكتور تخصص معين، حلو الكلام، وفي انترفيس تاني ده دكتور تخصص تاني، بس في علاقه ما بين الاثنين زي ما احنا شايفين كده ماشي. فعندي ده مثلا سين ده مثلا طب مثلا يعني سين ده علاج طبيعي مثلا، وده مثلا اسنان. فهنا ده طبيب اسنان، وهنا ده ايه اللي هو اللي بيمبلمنت يعني طب طب الاسنان، يبقى ده طبيب اسنان، واللي بيمبلمنت طب مثلا ايه، احنا قلنا ايه، قلنا اسنان، وقلنا ايه علاج طبيعي مثلا. واللي بيمبلمنت العلاج الطبيعي يبقى ده دكتور علاج طبيعي. وفي ريليشن ما بين الاثنين ماشي. ليه في ريليشن ما بين الاثنين؟ لان ده ساعات بيحتاج ان هو يبعت لده ايه، يبعت له مرضى. فدي القصه بتاعت الايه، بتاعت الديزاين باترن. معلش بعتذر عن الدوشه بتاعت باك جراوند الطفله الصغيره اللي قاعده بتزعق دي. المهم يعني ماشي يا ملك. طيب فعندنا ده ايه زي ما اتفقنا، عندنا في ابستراكشن وعندنا في حاجه اسمها امبلمنتر. فكره الابستراكشن والامبلمنتر هنشوفها دلوقتي في المالتي بلاتفورم. يعني ايه ابستراكشن، يعني ايه امبلمنتر؟ ببساطه احنا عندنا مثلا في المالتي بلاتفورم بيبقى عندنا ايه، عندنا في الفريم ورك بتاعنا ماشي. الفريم ورك بتاعنا دوت بيبقى فيه شويه مثلا زراير، بس ان الزرار دوت ينفع يستخدم في اكتر من مكان. فعندي اليو اي كومبوننتس اللي هي اليوزر انترفيس كومبوننتس اللي هي الزراير والدايالوجز والمش عارف ايه، كل الحاجات الخاصه باليو اي اللي هي الحاجات الفيجوال اللي بنشوفها على الابلكيشن. وفي نفس الوقت عندنا الحاجه الثانيه اللي هي الاوبريتنج سيستمز المختلفه ماشي. في عندي ويندوز وعندي لينكس وعندي مش عارف اندرويد وعندي اي او اس وعندي قصص دي كلها. فالفريم ورك ده او يعني الاوبريتنج سيستم، كل اوبريتنج سيستم من الاوبريتنج سيستمز دي بيحصل فيها تعديلات تمام. واليو اي بتاعي ممكن يحصل فيه تعديلات. فلو الاثنين شغالين في نفس الوقت، او لو الاثنين في نفس الكلاس، يعني لو انا مثلا بعمل حاجه زي اف كونديشن مثلا، اقول والله لو الاوبريتنج سيستم دوت ويندوز اديله الزرار المعين، والله لو مش عارف ايه اديله كذا. وبالتالي لو انا لو الاثنين يعني مربوطين ببعض او كابلد ببعض، لو انا رابط الاوبريتنج سيستم بالفيو سيستم بتاعي، الحاجه اللي انا بعرض بيها للناس، او كلاسز المسؤوله عن عرض الحاجات الفيجوال للناس، مربوطه بالكلاسز بتاعت الاوبريتنج سيستم، ساعتها هيبقى عندي مشكله بان انا اي تعديل هيحصل في الاوبريتنج سيستم هياثر على اليو اي، هحتاج ان انا اعدل في كلاسز فيها يو اي، والعكس صحيح. فاحنا محتاجين نفصل الاثنين عن بعض. زي حته العياده، بدل ما انا عندي عياده واحده فيها الحاجتين، لا انا عايز افصل الحاجتين دول. وبالتالي لو حصل تعديل في اي اوبريتنج سيستم ما ياثرش على اليوزر انترفيس بتاعي اللي هو الزراير اللي انا عاملها، ولو حصل تعديل في الزراير اللي انا عاملها ما ياثرش على الايه، على الاوبريتنج سيستم او الكود بتاع الاوبريتنج سيستم. ده كود منفصل عن الكود. احنا عملنا دي كابلنج كده ماشي. دي كابلنج يعني خليت بدل ما هم مربوطين ببعض ده لوحده وده لوحده، وفي صله ما بينهم، عشان احنا بنحتاج ان يبقى في صله ما بينهم. الزرار ده هيتحط فين في الاخر؟ هيتحط في اوبريتنج سيستم معين. يعني الزرار ده هيظهر، الباترن ده هيظهر فين؟ هيظهر في اوبريتنج سيستم معين، سواء لينكس او ايه او اي او اس ولا ايا كان الاوبريتنج سيستم اللي بنتكلم عليه. امتى بنستخدمه؟ عندي لارج كلاس انا اقدر ان انا ايه، افصله لتو هيراركيز ماشي. عندي لارج كلاس في حاجتين بيتواصلوا مع بعض، احاول ان انا افصل الحاجتين دول عن بعض ماشي. افصل اللارج كلاس ده لايه، لتو كلاسز كده، كل واحد منهم ايه يبقى مسؤول عن حاجه معينه تمام. زي كاني بعمل سيبريشن اوف كونسيرنز يعني ماشي، يبقى كل واحد مسؤول عن حاجه معينه خاصه بيه هو، وفي صله ما بينهم لان هما الاثنين بيحتاجوا يتواصلوا ببعض. يعني انا لما باجي اعمل حاجتين ليهم صله ببعض، ممكن اعملهم في نفس المكان يعني في نفس الكلاس، وهما الاثنين يقعدوا يتكلموا مع بعض في نفس الكلاس. بس لا، الاحسن ان انا افصل ده، اخليه ده كلاس واخلي ده كلاس، واعمل الصله ما بينهم عشان يتواصلوا مع بعض عن طريق ايه، نوع من انواع الايه، الاستراكشر باترنز. يعني غيرت الاستراكشر، بدل ما هي كانت كلاس واحد بقى تو كلاسز، وفي تواصل ما بينهم بيحصل. طريقه التواصل ما بينهم دي طريقه التواصل زي ما، او الانتراكشن ما بينهم دي حاجه بيهيفيرال مالناش دعوه بيها دلوقتي، احنا بنتكلم على الاستراكشر ماشي. لو مش فاهم يعني ايه بيهيفيرال، شوف الفيديوز بتاعت البيهيفيرال. برضو يساعدني في ان انا ايه، بدل ما انا ابقى شغال بالانهيرتنس اشتغل بالكومبوزيشن. يعني ايه كومبوزيشن؟ يعني انا عندي كومبوننت بياخد كومبوننت تاني، اقدر ادخل كومبوننت في كومبوننت، نفس اللي احنا قاعدين بنعمله طول الفيديوز بتاعت الاستراكشر. يعني بدل ما انا يبقى عندي انهيرتنس، فيبقى انا مثلا سي، يعني مثلا في حاجه زي كده ممكن نقول ايه، لو انا عندي مثلا كومبوننت مثلا زي شيب دايره، او مثلا عندي كلاس اللي هو اسمه شيب نازل منه دايره ومربع، وعندي كلاس اسمه كلر ماشي، نازل منه لون ريد ولون بلو ماشي. يبقى انا عندي شيبس وعندي كلرز. فانا كان ممكن يبقى اول عندي ايه، عندي كلاس اسمه شيب، وانزل من الشيب ده ريد مثلا سيركل وريد ريكتانجل ماشي، وبعد كده اعمل بلو سيركل وبلو ريكتانجل بانهيرتنس ماشي. انا ممكن لا اعمل افصل اللون عن الشيب، ويبقى عندي كلاس اسمه كلر وكلاس اسمه شيب، وبالتالي انا عندي شيب اسمه ريكتانجل وشيب اسمه سيركل، وفي الناحيه الثانيه عندي ايه، عندي كلر ريد وعندي بلو.
عايز اعمل اي كومباينيشن ما بينهم اعملها بالكومبوزيشن، بان انا بدخل حاجه في حاجه زي مثلا ما شفنا من شويه في الديكوريتور مثلا يعني ماشي. انما لو انا عندي انهيرتنس هيبقى عندي كلاس اسمه شيب، وبنزل من الشيب ده ريد ريكتانجل وبلو ريكتانجل وريد مش عارف ايه وبلو مش عارف ايه. فكل ما عاوز ان انا اعمل حاجه هضطر ان انا اعمل انهيرتنس واعمل كلاس جديد ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا انا اخلي الكالرز موجوده واخلي الشيبس، يبقى انا فصلت الاثنين عن بعض، وبالتالي اي تغيير في الكالر مش هياثر على الشيب، واي تغيير في الشيب مش هياثر على الكالر. طيب فده switching from inheritance لcomposition. برضه المالتي بلاتفورم سبورت زي ما شفنا ان احنا ممكن نسويتش الامبلمنتيشن ات ران تايم، يعني الابلكيشن بترن اول ما ترن تبدا تشوف والله انا الاوبريتنج سيستم بتاعي ايه، اندرويد ولا اي او اس، ويبدا ان هو يخلي البيهيفير بتاعه على اساس ايه، على اساس هو شغال فين، يعني كود شغال فين. وده بيحصل يعني بيحصل في حاجه زي مثلا بيحصل مثلا في فلاتر مثلا اعتقد، او في يعني في فانكشن كده ان احنا بنشوف انا برن على، يعني في فانكشن بتبقى موجوده، هل انا برن على اوبريتنج سيستم، هل انا على اندرويد ولا هل انا على مش عارف ايه، بيبقى في اف كونديشن دي ممكن نبص عليها في الران تايم، يعني ايه تحدد انا شغال فين، الكود ده شغال فين، وعلى اساسه بايه بيظبط البيهيفير يعني. نفس الكلام هنا عندنا في حاجه رياكت نيتف، اعتقد ان ده ابروتش قديم ممكن يكونوا غيروه، انا قريت حاجه زي كده قريب يعني، بس انا مش اوير، ما اشتغلتش رياكت نيتف يعني قبل كده. بس احنا عندنا في نيتف موديولز اللي هي الخاصه بالاندرويد، يعني عندنا في اوبريتنج سيستم اللي هو بتاع الاندرويد، وعندنا الاي او اس. الفريم وركس دي ليها ايه حاجات خاصه بيها، وكل شويه بينزل لها ابديتس وكل شويه بتتعدل. وعندنا في الجافا سكريبت او الايه الفيرتشوال، الحاجات الخاصه باللغه بتاعت الجافا سكريبت يعني. فهو رياكت نيتف ببساطه بيخليك ان انت تكتب جافا سكريبت كود، وبعد كده بيعمل بريدج، بيعمل كوبري في النص ما بينهم اللي هو الريفرنس. الكوبري اللي في النص دوت بيعمل ايه، ان هو بيربط ما بين الجافا سكريبت وايه، ويحوله لي الحاجات بتاعت الاندرويد والايه والاي او اس. وبالتالي لو حصل تعديل في الاي او اس او الاندرويد، الجافا سكريبت هيفضل جافا سكريبت، حصل تعديل في الجافا سكريبت الاندرويد هيفضل اندرويد، والاي او اس هيفضل اي او اس، بس في بريدج ما بينهم، في كوبري ما بينهم بيوصلهم ببعض عشان اقدر ان انا ايه اربط الحاجات دي ببعضها. ماشي ماشي كود تايم. دلوقتي فلنفترض ان انا عندي هنعمل حاجه زي كده ايه رياكت، يعني مش شرط رياكت نيتف، يعني هنعمل حاجه ايه اكنها ايه مالتي بلاتفورم يعني. فعندنا في انترفيس اسمه اوبريتنج سيستم. والله انت لو اوبريتنج سيستم لازم يبقى عندك فانكشن اسمها دو اوبريشن، فاي حد اوبريتنج سيستم هيمبلمنت الايه الانترفيس ده. فعندنا في ويندوز وعندنا في لينكس وعندنا في اي او اس، والثلاثه يعتبروا اوبريتنج سيستم وعندهم اوبريشن، يعني بيعملوا الاوفر رايد للفانكشن اسمها دو اوبريشن، وبيقولوا دوينج اوبريشن اون ويندوز بلاتفورم او لينكس بلاتفورم او ايه او اي او اس بلاتفورم. تمام. وعندنا في الانترفيس بتاع اليو اي دوت هو عباره عن ايه، اللي هو الباتنز بتاعتنا او اليوزر انترفيس اللي هي الزراير او الحاجات اللي بنستخدمها اللي هي الفيوز. ف نكمل. عندنا الكومن يو اي بتاعنا. الكومن يو اي بتاعنا ده اللي هو ايه زي ما اتفقنا بايه، اللي هو الباتنز بتاعتي او ايا كان، وجواها في ايه في اوبريتنج سيستم، ده اللي هو اللينك ده البريدج يعني ماشي. عشان الزرار ده اعرف اربطه باوبريتنج سيستم لازم يبقى في كوبري ما بين الزرار وما بين الاوبريتنج سيستم عشان اقدر ايه اوظفه، او اقدر ان انا استغل الاوبريتنج سيستم وفي نفس الوقت يبقى عندي الزرار ده بستخدمه في اكتر من مكان. المهم فعندي مثلا باتن، الباتن ده اخد اوبريتنج سيستم بياخد انبوت جواه اوبريتنج سيستم، دي كومبوزيشن مش انهيرتنس. كومبوزيشن يعني عندي كومبوننت بياخد كومبوننت تاني ماشي، حاجه لها علاقه بالاستراكشر ديزاين باترن زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات. ودول ايه الباتن ده يعتبر كومن يو اي عشان ممكن يبقى عندي اكتر من حاجه بتمبلمنت الكومن يو اي ده. ولما بدوس كليك على الباتن ده الفانكشن اللي اسمها كليك بيشوف الاوبريتنج سيستم ايا كان هو ايه، ايا كان الاوبريتنج سيستم ده ايه، وبيعمل عليه الاوبريشن. عايز ازود اوبريتنج سيستم جديد هيفضل الكود بتاع الباتن زي ما هو مش هيتعدل ماشي، مش هاجي جنب الكومن يو اي. عايز ازود حاجه غير الباتن، ازود مثلا سي دايلوج بوكس مثلا، فبرضه هيفضل الاوبريتنج سيستم زي ما هو مش هيتعدل، وبالتالي انا فصلت الاثنين عن بعض. فانا عملت اوبريتنج سيستم جديد اسمه ويندوز، وعملت باتن اسمه باتن، وبباص الاوبريتنج سيستم في الباتن ماشي. نفس الباتن ده لو انا دوست عليه كليك دلوقتي هيبيهيف على انه باتن جوه الويندوز يعني ماشي، يعني هيشوف لما بدوس على زرار في الويندوز ايه اللي بيحصل هيعمله. ونفس الباتن ده لو انا غيرت بس الاوبريتنج سيستم بتاعه وخليته لينكس ودوست كليك، نفس الباتن بنفس مواصفاته بنفس كل حاجه هيعمل ايه، هيقول لي والله انت دوست كليك دلوقتي على اوبريتنج سيستم اسمه لينكس. وبالتالي اي تعديلات تحصل في الاوبريتنج سيستم مش هتاثر على اليو اي، واي تعديلات بتحصل في اليو اي مش هتاثر على الكلاسز بتاع الاوبريتنج سيستم ماشي. وده يفيدني في ايه، زي ما قلنا انا دلوقتي اقدر نفس الباتن ده استخدمه في اكتر من اوبريتنج سيستم. كل اللي انا عايزه بس يبقى فيه لينك او يبقى فيه ايه زي وصله كده او بريدج ما بين الايه ما بين اليو اي بتاعي وما بين الايه او الكومن يو اي بتاعي وما بين الاوبريتنج سيستمز المختلفه.
شويه نوتس كده. الموضوع ممكن يبقى كومبليكيتد شويه لو انا عندي الكلاسز بتاعتي دي مربوطه ببعضها جامد. يعني عندي اليو اي في كود قديم كان موجود عندك قبل كده وانت بتحاول تمبلمنت فيه الديزاين باترن اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي. لو الحاجات كانت ايه مربوطه ببعضها او بتعتمد على بعضها بشكل كبير، ساعتها ساعات ان انت تفصل ما بين الاثنين دول زي ما احنا عملنا ما بين اليو اي وما بين الاوبريتنج سيستم، ممكن الموضوع يبقى صعب شويه. ممكن نستخدمه مع ابستراكت فاكتوري، واتكلمنا في حاجه برضو ليها علاقه باليو اي، بس كنا بنتكلم في الابستراكت فاكتوري على طريقه انشاء الاوبجكت، كان حاجه يعني حاجه كرييشنال، فممكن تبص على الابستراكت فاكتوري ممكن نربط الكلام ده ببعضه. الابستراكت فاكتوري كانت بتنكابسوليت وبتهايد الكومبلكسيتي فروم الكلاينت، يعني الكلاينت ملوش دعوه بالقصص بتاعت الايه الاختلافات ما بين الاوبريتنج سيستمز والكلام دي كلها. برضو ممكن نستخدمه مع البيلدر ديزاين باترن. يعني مثلا وانا ببني اليو اي ولا ايا كان، يعني في امثله كتير ممكن تعملوا سيرش على جوجل ازاي ان انا اي ديزاين باترن ممكن استخدمه اي ديزاين باترن تاني. يعني في سيتويشنز كتيره انت بتشوف الديزاين بتاعك عايز ايه، وممكن تربط اكتر من حاجه ببعضها، يعني مفيش حاجه بتمنع ده. المهم ان انت الديزاين بتاعك يبقى انسب ديزاين للايه للسيتويشن اللي انت فيها يعني. فما فيش مش حفظ الحاجات دي خالص باي شكل من الاشكال يعني. المهم ان تبقى تولز موجوده في دماغك تقدر تستخدمها وقت ما تلاقي مشكله مشابهه للديزاين باترن ده، تبدا انا هستخدم الديزاين باترن ده عشان ايه افصل التو كلاسز دول عن بعض مثلا. بس كده، اتمنى يكون الفيديو كان بسيط. ولو في عندكم اي تعليقات او في حاجه مش مفهومه اكتبوا في الكومنتس، انا ممكن اعيد الفيديو كله من الاول خالص لو لاحظت ان الناس كتيره مش فاهمه. لو حد معين مش فاهم انا ممكن ابدا اقول الحاجه اللي هو مش فاهمها ان شاء الله تكون توصل له. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.